ايه ده؟ يعني مفكراني ساحر ولا مصباح علاء الدين؟ يا حبيبتي الهدايا مش بحجمها وقيمتها، الهدايا ببساطتها وبمشاعرها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عايزه هديه زيها. على فكرة بقى انا شايف ان وردة بلدي او بلاستيك يعني وات ايفر ممكن تخلص الموضوع. انت مش بتحبني. انت الحب عندك ازاي؟ انا اطلع اقلب بابا في 20 جنيه، نص كيلو بسبوسه اما خدتهاش العلاقه دي تنتهي. بابي بابي بابا انت بتزعلي؟ الخطه فشلت. بابا شايف الصوره دي؟ اريد مقدار من المال يكفي لشراء ما في الصوره. اكمل الفزوره. طب بص يا بابا، هات 20 جنيه من غير سبب، وحياتك لو 3 جنيه لسبب مدافع. يعني ده اخر كلام عندك؟ ده انت باين بطيء خالص، شكلك عجزت. الموضوع شكله صعب ولا ايه؟ اخويا اللي ما جابتوش امه وابويا، يا بخت اللي صاحبه في الضحك مسخره وفي الجد عمره ما جاب ورا. خلصانه بمصلحه. بقول لك يا زميلي، معكش 20 جنيه عشان الفالنتاين؟ ما انت عارف يا زميلي من اول الدراسه بحوش من فلوس الدروس لليوم ده والله، ولا حتى 10 جنيه ولا 10 جنيه واحد. مثلي على نفسك، عضمي دماغي بيمسي عليك. على اخر الزمن هتسرق من امك عشان تدي حبيبتك، امك اللي علمتك واللي ربتك واللي عادي. لا تخرجوا أولادكم اليوم فإنه الفالنتين. اثبت. يا دي النيلة، البتاعة دي ليها ريحة ولا ايه؟ نعم النهارده ايه يالا؟ النهارده التلات يعني مش الفالنتين. انت مفكرني الناس اللي اتفلطن وكده؟ انت اديتني فلوس؟ لا ده انا عادي خارج كده مع اصحابي. طب خش جوه مفيش خروج. بص يا حبيبتي، انا مش هقدر اواجهك بالموضوع عشان هيبقى صعب عليكي، عشان كده ببعتلك ريكورد يعني تسجيل صوتي. انا مش هقدر امشي معاكي اكتر من كده. لو مش هتقدر تمشي اكتر من كده وقف لك تاكسي. لا بجد، انا سمعت الشيخ النهارده في خطبه الجمعه بيقول ان العلاقات دي حرام. يبقى سمعتها من 3 ايام. المهم كل واحد مننا يروح لحاله. الو، هو انا لازم ارن من رقم غريب عشان تردي؟ انا خدت فتوى من الشيخ ان انا ينفع اكلمك.